وزهير المترجي. هذا ارقام، هذه معطيات، هذه احصائيات قبل بدايه هذه المباراه. الرجاء سيبحث كما قلت على تحقيق نتيجه ايجابيه. الوداد كذلك سيحاول الوصول للمباراه النهائيه. نذكر بانه الطرف الثاني للدور النصف النهائي. المباراه غتجرى 9 مساء بالمركب الكبير بفاس. النهضه البركانيه يستقبل ويواجه فريق الفتح الرباطي. جماهير صراحه جماهير الوداد والرجاء يمكن نقول انه تقاليد تعودنا عليها في كل اللقاءات والمباريات، تزداد جمالا ومتعه وحماسا وفرجه في لقاءات الديربي. جماهير الفريقين دائما يمكن نقول انه الافضل على المستوى القاري وعلى المستوى العالمي. الحضور ليس في متناول الجميع، دائما هناك ابداع والدفء اللي كيرجع للمدرجات وصناع الفرجه دائما. تبادل المحاوله لبدايه فريق الرجاء من الجهه اليسرى، ولكن عند هشام بن سفيان. شو يعمل؟ كيرفع الكره. نوفل العزراوني تسديده كتضرب الكره في الحائط، تعود من جديد ممتازه بالكعب من نوفل العزراوني. محمد مقعازي كينتظر عبد الصمد البدوي. العرضيه تدخل جاحة كبير على المستوى التقني وعلى المستوى الجماهيري. تبادل المحاوله من فريق الوداد. يحيى عطيه الله ترفع الكره داخل منطقه الجزاء. جلال الدودي، كره خروج فريق الرجاء. محمد زريده، هذه فرصه داخل منطقه الجزاء، تسديده وفرصه وتدخل يوسف المطيع مره اخرى. تسديده، تدخل الدفاع الفرصه، تسديده وتدخل الحارس يوسف المطيع. ترجع الكره مره اخرى لمحمد زريده. هذا المره ارسل زولا هو اللي بعد الكره في العزراوي. تعبت كره فوق المرمى. المنتخب على مستوى التصفيات الافريقيه كل وقت كنتابعوا المحاوله وخروج من ايمن الحسوني طلع الكره. ايوب العبود على المستوى الجانبي. هذه فرصه مشات فوق المرمى على التمريرات القصيره بين اللاعبين. ايمن الحسوني وتمريره خاطئه. هذه فرصه لهذا فريق الرجاء. مرتد هجومي محمد زريده شادي بن زريده. الهدف، هدف اول لفائده فريق الرجاء، هدف اول لفائده الفريق الاخضر. محمد زريده تمريره من الجهه اليسرى من ايمن الحسوني. لاحظوا محمود بن تيك او محمد زريده اخذ الكره بطريقه ممتازه. يمرر كان البحث على اللاعب والمهاجم سفيان بن جديده. الكره اللي لمست ارسل زولا وعلقت الشباك. هدف اول لفائده فريق الرجاء. لاحظوا التدخل ديال يوسف المطيع، ولكن السرعه باش كان جاي ارسن زولا الكره كتلمس الرجل ديالو، وبالتالي بنيران صديقه الكره في الشباك. وهدف اول لفائده فريق الرجاء. اذا النتيجه تغيرت حدود الدقيقه 18. هدف في الجهه اليمنى. تمريره طويله من جلال الدودي عند اللاعب بوليسافو جونيور. فرصه تسديده. كان هناك حاله ديال التسلل، ولكن انطلاقه ديال بوليسافو جونيور طريقه باش قطع الكره كانت جيده لمهاجم والعالمي. لعبت الكره طويله، خروج الحارس انس زليتي كل هدوء يلتقط الكره. لعبت الكره طويله الراس ديال امين ابو الفتح. وصلت الكره ليحيى جبران لايمن الحسوني. تمريره في الجهه اليمنى. فرصه لفريق الوداد. تمريره فرصه هدف. بوليسافو جونيور كان بامكانه يوضع الكره في الشباك. فرصه لفائده فريق الفريقين. لاحظوا التمريره الممتازه من ايمن الحسوني لهشام بن سفيان. بوليسافو جونيور ولكن يخطئ المرمى ويخطئ الشباك. جلال الدودي داخل منطقه الجزاء. فرصه ايمن الحسوني، ولكن حاولوا يحصل الكره ايمن الحسوني. على مستوى الدوري و9 القاب على مستوى منافسات كاس العرش. الرجاء 12 لقب على مستوى الدوري و8 القاب على مستوى منافسات فريق الوداد. جلال الدودي تلعبات الكره مباشره ولكن بعيده. اعتقد انه جلال الدودي لفائده فريق الرجاء. سفيان بن جديده اخذ الكره كينتظر المسانده. هناك صعود للاعب زريده. تسديده فرصه، ولكن كره تمر جانبا. كان سجلوا اهداف كثيره ديال هناك محسن ياجوز الاهداف بن شريفه. هناك بدون اختار انه يلعب الكره خارج ارضيه الملعب. تبدا الزاويه بسرعه. جلال الدودي رفع الكره داخل منطقه الجزاء. تدخل لرفع المستوى الهجوم ديال فريق الوداد. هذه فرصه خطيره. فرصه جونيور كان خطا على مستوى غادر الفريق وخلى المكان ديالو محمد بديحي. ترفع الكره داخل منطقه الجزاء. فرصه لفائده فريق الوداد. كاين هناك خطا. هشام بن سفيان رفع الكره. هذه فرصه عبد الصمد البدوي يتدخل. جاود المحاوله الجهه اليمنى. هشام بن سفيان فرصه سيف ديال بورا وضع الكره. فرصه لفريق الوداد، ولكن تسديده ليحيى عطيه الله. لقات التواجد
ديال الوصله السرعه ديال محمود بنتيك دخل داخل منطقه الجزاء. محمود بنتيك يعمل كيمرر ولكن بالتالي الوصول للدور نصف النهائي. تدخل ابعاد الكره باسماعيل المقدم. هشام بوسفيان من الجهه اليمنى رفعت الكره داخل منطقه الجزاء فرصه وايوب العبلود. لاحظوا انا اعتقد انه حاول يحصر الكره اكثر من يسدد المره وتدخل الحارس انس زيتي في المكان. رفع الكره عند اللاعب هشام بوسفيان فرصه تسديده تدخل الحارس انس زيتي. ما كانش راني جوزيف زيمباور الحديث مع اللاعبين من اجل الظهور بوجه كذلك افضل خلال العظيم خضروف وهاد الاسماء اللي حاولت ان نذكرهم باش نبين للجمهور الكريم بان هناك دائما كبيرين بالطرش في الوقت الفرصه لهذا الفريق الرجاء من الجهه اليسرى. محمود بنتيك شاد يعمل رفع الكره فرصه الراسيه كانت بعيده شيئا ما على البورا. هذه فرصه لهذا الفريق الوداد سيدي البورا. هشام بوسفيان فرصه للوداد يمرر ما كانش وضعيه التسلل ولكن الكره كانت ايوب العبلود في الوقت محمد زيد مازال صفار الملعب. فرصه خطيره لفائده فريق الوداد دوف راس الرومي سقوط ديال يحيى عطيه الله الحكم. الان طلب من لاعب من الفريق الرجاء طلب من زكريا الوردي انه يقوم بعمليه الاحماء في انتظار اعتقد انه التغيير سيكون قادم. التمريره والكره سهله عند اسماعيل المقدم. فرصه من اسماعيل المقدم كيتمكن من استرجاع الكره خارج ارضيه الملعب. كان خطا فادي على مستوى الدفاع ديال فريق الرجاء وفريق الوداد في الوقت هذا المحاوله في فريق الرجاء دخول داخل منطقه الجزاء. فرصه والحكم كيعلن على خطا لفائده وداريا ويلدن من جنوب افريقيا. كانت كره طويله عند ايوب العبلود بالراس اقرب ل سيف ديال بورا رفع الكره داخل منطقه الجزاء الراسيه ديال كان البحث على بوليسار بوجينو. كان تدخل ديال مروان هدودي. هشام بوسفيان محاوله خطيره تدخل هدف سيف ديال بورا ولقاء الاياب هدف لمثلي بين الفريقين اللي منح اللقب للاهلي المصري. فرصه للرجاء تمريره محمد مقعازي رفعت الكره خروج لموسم 2017 امام فريق الدفاع الحسني الجديدي. الوقت اللي غادي يتوقف اللاعب هناك غادي يكون هناك تغيير. فرصه بوليسار جونيور كان بامكانه يوضع الكره في الشباك في الوقت اللي الحكم كيقول هناك لمسه يد على من وسط الميدان. التمريره في اتجاه هشام بوسفيان كان في وضعيه تسلل. الحكم المساعد رفع الرايه. هنا المحاوله ديال ايوب العبلود يرفع الكره لمسه يد على بوليسامبو جونيور الراسيه بالاضافه لبوليسامبو جونيور لعبت الكره دائريه تدخل للمدافع مروان هدودي. محمد انس زليتي يستعد لتنفيذ هذا الخطا. 83 في الوقت فرصه بجديده دائما محاوله فرصه يعمل سفيان بجديده تدخل ويبعد الكره من ايوب العبلود. محاوله من اجل تحقيق نتائج طيبه وكذلك من اجل تقديم مردود جيد. جواد المحاوله رفعت الكره تدخل الحارس ديالو يحيى عطيه الله انه غادي يلعب الكره دائريه بالرجل اليسرى. يحيى عطيه الله لعبت الكره وتدخل من حسين عبوته ووليد الركراكي كذلك المدرسه التونسيه. هذه فرصه لفريق الرجاء داخل منطقه الجزاء ولكن يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي للحصول على خدمات أحد نجوم المنتخب المغربي خلال الميركاتو الصيفي الجاري. ووفقا لصحيفة لاجاريتا ديليو سبور الإيطالية فإن وضع اليوفي يوسف النصيري لاعب إشبيليا ضمن قائمة المستهدفين لقيادة الهجوم السيدة العجوز بالموسم المقبل حال بيع دولاس فلاهوفيتش. وأشارت الصحيفة إلى أن اليوفي يسعى إلى بيع فلاهوفيتش بمقابل 80 مليون يورو واستبداله بمهاجم آخر. ويعد النصيري أحد الأسماء المطروحة خاصة أنه مميز في العمل الفردي والجماعي. وأكدت العديد من التقارير أن تشيلسي يتفاوض حاليا مع يوفنتوس للحصول على خدمات اللاعب الصربي هذا الصيف. وختمت الصحيفة الإيطالية أن إشبيليا مستعد لبيع المهاجم المغربي مقابل 30 مليون يورو لا سيما أن عقد النصيري ينتهي بعد عامين.